لا كيش لي كابابل ناكلها كل يوم بلا ما نكره منها، وقمه في البنه، تجي كروستيونت. اسمعوا بواحد لاباط كاطو، ما عليكم غير ديروا جام تحتفظوا بالوصفه باش تجربوها. نستناو للعجينه عندي رطل فرينه اللي حتخرج لي 2 كيش. اذا حبيتوا تخرج لكم وحده ديروا نصف الكميه. والمارغرين عندي 250 غرام، يعني نصف الكميه تاع الفرينه. المارغرين تاعكم لازم تكون بارده، بسوها مليح، زيدوا حبه بيض وفنجان اتاي تاع الماء. طموا لاباط تاعكم، طموها هكا شاده روحها شويه. وهنا عندي ربطه ولا زوج تاع السلق، ما غليتهم ما فورتهم، درت لهم شويه ملح في الطنجره وخليتهم يطلقوا معاهم. كي تبان لي السلق ديالي في مقله درت مغرفه كبيره تاع مارغرين، شويه توم، وهذاك السلق درت شويه ملح وبديت ندبل فيه. نحكم لاباط تاعي نحلها كيما راكم تشوفوا بهالطريقه. قلت لكم انا درت 2 كيش، وانا ماش حنقب لاباط تاعي خاطر راح نطيبها بها بلا فخس. ودوكا نروحو نوجدو لاباغاي كيش نسحقو كاس تاع كريمه سائله، زوج حبات بيض، نزيد لهم شويه حليب، رشه ملح ورشه فلفل كحل، نخلطها مليح ونحي منها شويه باش نديرو من بعد. نخلط السلق ديالي مع لابارايا كيش. وهنا عندي الطون من عند كاب دو فيغ، طون تاع الزيت هذا، رحت قطرت له كامل هذيك الزيت ودرت كميه لاباس بها، وانتم ديروا واش تحبوا. فتتو هكذا كيما راكم تشوفوا. نخلط مليح لاكيش تاعي، والكوشه راهي سخونه، شعلتها دوكا عندي نص ساعه، ونفرغ الخليط كيما راكم تشوفوا ما تقبتهاش. والخلطه اللي بقات لي نزيدها من الفوق باش تعطيني اللون شباب، ندخلها طيب من التحت، كي تتحمر نشعلها من الفوق. وهذه هي النتيجه النهائيه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. خلوا رايكم في لي كومونتير.